السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في الله، هناك 3 أمور أقسم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، و4 أمور قال احفظوها، وأحدثكم حديثا فاحفظوه. أما ال3 التي أقسم النبي صلى الله عليه وسلم عليها: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأما ال4 التي قال احفظوها، قال إنما الدنيا ل4 نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله في حقا، فهذا بأفضل المنازل، فلنسعى لأن نكون في أفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا مثل فلان لعملت فيه مثل ما عمل، فهو بنيته. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم أن الله في حقا، فهذا بأخبث المنازل، فلنجتنب هذه المنزلة. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما وهو فاسد النية، يقول لو أن لي مالا مثل فلان لعملت فيه مثل ما عمل، فهو بنيته فوزرهما سواء. أيها الأحبة في الله، لنمتثل الأمور التي أقسم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولنسعى أن نكون في أفضل المنازل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.